هو الخروج ديال دوك الفنانين وحتى المدير المهرجان بحال هذاك الطابيغوش غادي يدخلني للجنه حتى قروني، فهمتي؟ الخروج باش خرجوا كيهينوني ودوك الفنانه وهذا بحال هما ما نعرف شكون وانا شكون، فهمتي؟ انت هادشي اللي ضرني. مغربيه على انت ختنا بحال ومغربيه انا من بوليزاري وماشي مغربيه، بحال فهمتي؟ ضرنا هادشي المغاربه. كنت عارفه والله ما نمشي. دابا هذا هو المشكل اللي ضر اختي ندى وضر المغاربه كاملين. قال لك على هذه ماشي مغربيه. اصلا مضروره من الدار من المشكل بنتي وزاد ضرني هاد المشكل، مرضت والله تمرت. نعرض عليك انا شي حفله وندخلك نقول لك اجي شويه، يخرج من الحفله يقول لك انا ما عرضتش عليك، ولكن انا تقول انا راه كنت اللي عرضتي عليا بالطرف، راه كلفتي فلان، يقول لك لا انا ما كلفتكش، ويخرج في الاعلان. مدير المهرجان السي محمود اتصلت به وفسرت له كل شيء، وقال لي يوسف كان النوبه الاولى واخد موقف من صحابي انا اللي جيت ودخلت، ولكن منين شرحت له اكثر ودخل وشاف الفيديوهات قال لي يوسف تنعتذر من هذا، وبصح تبقى بنت بلادي، ولكن عاد فهمت انه هي مظلومه وهي ضحيه ديال الخيانه. هي لعبوا بها وما تعاودش تطيح في هذا الفخ. تنمر عليها انت باش تجيبها ودير لها فخ باش تطيح لك في الفخ على الموضوع البدوي، لا ما تطيحش. صالحوا لكم، الا بغات تصالح راه هي المعنيه بالامر، بغات تنازل هي معنيه بالامر، انت اش دخلك؟ ايوا نعلقوا على هذا الفيديو. شفتي شنو قال الزروالي؟ قالت ندى، هانتوما كتسمعوا. الزروالي قالك اتصل به داك المدير ديال المهرجان واكد له، اعتذر، قالك كانت ندى ضحيه وقعوها في الفخ، هو ما كانش يعرف هذا الشيء هذا. ايوا دابا ها هو كلشي بين يدكم المشاهدين، علقوا ولا قولوا اللي بغيتوا. دابا ندى حسيت اللي كانوا كيتهموها الناس بالتمثيل وفتعلت هاد المشاكل، هي قالت لك كانت مجروحه في الجرح بنتها وزادوا كملوا عليها في المهرجان. اي والله يكون في العون مسكينه، والسلام.